جاء تصريح مدرب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي حفيظ عبد الصادق قبل المباراة المنتظرة بين فريق الرجاء الرياضي البيضاوي والجيش الملكي برسم دوري أبطال إفريقيا على الشكل التالي. بالنسبة لنا حق اللاعبين المبالغة ما كانت سهل، لأن الظروف اللي كتعيشها الفريق بنقطة واحدة في هذه المجموعة كانت كتخلينا أننا نستعدوا بشكل جيد واللاعبين يؤديوا المباراة بشكل كبير، ولكن يعطيوا فيما في جهدهم باش يحققوا نتيجة انتصار. الحمد لله تأتينا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى والمجهود ديال اللاعبين وكذلك الجماهير اللي ساندتنا، فبينوا على أنهم قادرين يديروا أكثر من هاد المجهود هادو اللاعبين. في أول مباراة في أول يوم ديال التدريب كنظن أن حثيت اللاعبين على أنهم اون دوا اوبليي نساو النتيجة ديال الانتصار، لأن أمامنا نهائي ثاني أمام فريق اللي هو فريق عريق، فريق متصدر ديال هذه المجموعة. فالحمد لله كان تجاوب ما بين اللاعبين، لأن نسينا ديك الفرحة، نسينا داك الإنجاز اللي داروا. فكنظن أنهم كان استعداد مماثل للاستعداد اللي جريناه في الأسبوع الفارط، بواحد التركيز كبير لا من ناحية الذهنية لا كذلك في التدريب، حضور جميع اللاعبين بمساندة ديال المسؤولين، مساندة ديال الجميع. نظن أننا كان واحد الاستعداد اللي هو جيد لهذه المباراة هذه، لأن كنعرفوا القيمة ديال الفريق المنافس. لعبنا معاه في المباراة الأولى كانت الهزيمة، لكن هذه بواحد الطقوس أخرى هذه المباراة، لأن كتعرف هما غيقلبوا على اون كاليفيكاسيون اللي هي 100%. حنا نقلبوا على أننا نحافظوا على الحظوظ ديالنا للتأهل، رغم أننا غنلعبوا في واحد الملعب اللي بوتيتر واقيلا الأرضية ما نستأنسيش بها، لكن اليوم في الحصة التدريبية غنحاولوا أن نستأنسوا بها. غنكونوا محرومين من الجماهير ديالنا، لكن هذه كانت على الطرفين. احنا ما عندناش شي اشكال، كنظن اننا مستعدين، سواء كاين الجماهير ديالنا سواء ما كاينينش. حنا سافري غنفتقدوهم، لكن لاعبين جادين وبالعزيمه ديالهم ان شاء الله نحققوا المبتغى. نتمنى لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي أن يحقق انتصارا مهما يقربه من التأهل للدور المقبل.